مش بس شفنا الزمالك النهارده، لا كسبنا ودخلنا جولين وطلعنا بكلين شيت. فوز ولا اهم في اول ماتش في السيزون، ماتش مهم جدا كان لازم نعديه على خير علشان نعدي حاجات كتيره جدا. اقدر اقول ان الفوز ده حمى الزمالك من نفسه، حمى الزمالك من اللي بيتسموا ولاد النادي اللي مستنيين على غلطه علشان يطلعوا يتكلموا عن التجربه الجديده بتاعت جون ادوارد واللعيبه والصفقات. حمى الزمالك من بعض جماهيره اللي التشاؤم سيطر عليها، واعتقد الناس شافت ولاحظت انه الماتش لسه شغال، الناس ابتدت تتكلم عن شيكو بانزا اللي مش عارف يلعب، عن الصفقات اللي لسه ما لعبتش. حمى الزمالك من الاعلام الرياضي اللي كان هيطلع يتكلم عن ايه اللي اتغير من السنه اللي فاتت للسنه دي، وان المشاكل لسه زي ما هي. فالحمد لله على الفوز. لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه، طبيعي اول ماتش في السيزون لمدرب جديد بلعيبه جديده، في لعيبه هتاخد مكان اساسي في الفرقه لكن لسه جايه بقالها ايام زي عدي الدباغ وزي خوان بيزيرا. عدينا الماتش الاولاني الصعب، قدامنا 4 ماتشات لغايه التوقف الدولي بتاع شهر 9 الى حد ما اسهل من ماتش النهارده، باذن الله نمشي فيهم كويس. تعادل بيراميدز ده حاجه مفيده، الدوري عدد ماتشاته قليله، اي تعثر هيأثر على الفريق. النهارده نجوم الماتش الثلاثه محمد شحاته، ناصر ماهر، محمود بن طايب، عملوا ماتش كبير جدا. بالنسبه لي شحاته هو نجم الماتش الاول، ما شاء الله بيعمل كل حاجه في الكوره، بيقطع الكوره بيمشي بيها، بيمرر كويس، عارف وجبات مركزه وهو بيعمل ايه بالظبط، وكلل مجهوده وربنا وفقه بالجول اللي في اخر الماتش علشان يتوج المجهود اللي هو عمله طول الماتش. ناصر ماهر لعب ماتش كبير جدا، واكيد مكان ناصر ماهر اللي هو هيرتاح فيه هو صانع اللعب. حتى لما كان بيلعب الشوط الاولاني لغايه ما عبد الله طلع كان بيلعب جناح، كان طول الوقت بيسيب الجناح ويضم للعمق لان هو ما يعرفش يلعب غير في المكان ده. فاتمنى ان انا اشوف ثلاثي نص الملعب محمد شحاته وعبد الله السعيد وناصر ماهر، يبقى هو ده الثلاثي اللي احنا بنبدا بيه المباريات. مبروك لجماهير الزمالك في كل مكان والحمد لله.